بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل الجزء الثاني من جرامر يونت 4. تمام، طبعا احنا كنا شرحنا في الجزء الأول الموديل فيربس اللي هي الأفعال الناقصة، وبينا كل فعل ناقص وبيستخدم في إيه. هندخل بقى بارت 2 في يونت 4، يبقى جرامر. أنا أقول يونت 4 يونت 4 عشان تبقى عارف أنت هتذاكر إيه ورايا. فأنا بارت 2 اللي هو الجزء الإيه التاني. بيتكلم عن إيه الجزء التاني يا مستر؟ بيتكلم عن يا جماعة حاجة اسمها connectors. تمام، connect. طب مثلا يعني هناخد بس افصل لكم الكلمه الاول. connect لو انت حافظها معناها يربط، اوكي، او يوصل. تمام، احنا بقى هنجيب منها تمام connector اسم الفاعل، يعني connectors اللي هي ايه بقى؟ الروابط. الايه؟ الروابط. بس هناخد جزء منها كده يا شباب، اللي هي ايه بقى؟ رابط التناقض. روابط الايه؟ التناقض. اللي هم مين كده يا مستر؟ بص يا سيدي، صلى الله على النبي. تمام، اللي هم بص، واحد هتاخد حاجه اسمها while معنى بينما، معنى بينما، اوكي. والحاجه الثانيه عايزك تحفظهم وانت معايا. although معناها على الرغم من، على الرغم من. والثالثه اسمها even though. انا بحب اشرح بالتفصيل يا حبايبي، وكمان يعني تفصيل ووقت قليل. even though. طيب يا مستر معلش بقى صلهم لي كده واحده واحده. عينيا ليك يا حبيب قلبي. تمام، بص يا سيدي، هناخد اول واحده نرغي كده في عمتنا مين؟ وايل. عمتنا مين دي؟ وايل. يبقى مين؟ وايل. ماشي يا مستر، ادينا بقى قصتها وحكايتها ورواية دي. وايل معناها بينما. معناها ايه؟ بينما. خلاص عرفنا من معناه او عرفنا معناه. تمام، استخدامها ايه بقى يا مستر؟ استخدامها امتى؟ بص يا سيدي، دي بتعبر، خد بالك من الاسم، بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن تناقض او اختلاف. يبقى تناقض او اختلاف. اختلاف في ايه بقى يا مستر؟ اختلاف يا سيدي في فكرتين او موقفين. تمام، اختلاف في فكرتين او موقفين. طيب زي الفل يا مستر. اوكي، خلاص عرفت استخدامها. معلش اديني مثال بقى يا مستر عشان افهم هي بتيجي ازاي. بص يا سيدي، المثال اللي جاي ده. تمام، while I prefer tea، بينما افضل الشاي، يعني انا بحب الشاي. my brother likes coffee. my brother likes coffee. وهي بيحب القهوه. تناقضتين. تمام، فاهم انت ازاي؟ while I prefer tea، بينما انا بفضل الشاي. ماشي، ايه يا سيدي، كوما كده بين الجملتين بكوما لما يكون في كونكتور في الاول. يا شباب اتعلموا الحاجه دي عشان المستقبل. ماي براذر يعني اخويا. تمام، لايكس بيحب اللي هي الايه؟ القهوه. ايش جاب لي جاي؟ انا بحب الشاي، اخويا بيحب الايه؟ القهوه. بينما انا احب الشاي، اخي يحب القهوه. تمام، زي الفل. سهله دي. ناخد بقى عمنا الرابط الثاني، الا وهو مين؟ although. اللي هو مين يا شباب؟ although ردد ورايا عشان يعني على الاقل ايه تحفظ. اوكي، طيب although دي معناها ايه؟ معناها على الرغم من. معناها ايه؟ على الرغم من، على الرغم. تمام، من. اوكي، طيب استخدامها ايه؟ دي يا سيدي بتقدم تمام جمله فرعيه تجعل الجمله الاساسيه حاجه مفاجاه بالنسبه للجمله الايه؟ الفرعيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مستر؟ تمام، يعني انت بتقول كلام تمام وانت ماشي اتصدمت بجمله تانية بعد الكلام اللي انت قلته. فاهم انت ازاي؟ اتصدمت كده، اللي هو ايه؟ زي ايه كده يا مستر؟ اكتب لنا بس معلش عشان نفهم كده اهو. دي بتعمل ايه؟ بيبين تناقض ما بين جمله فرعيه وجمله اساسيه. الجمله الاساسيه حاجه مفاجاه للجمله الفرعيه، يبقى دي تبين تناقض بين جمله فرعيه تمام وجمله ايه تاني؟ إيه اساسيه. تمام، الاساسيه دي بتقدم مفاجاه وبتكون مفاجاه فاجئه، بتكون مفاجاه للجمله. تمام، للجمله تمام الفرعيه. معايا يا شباب؟ والنبي ركز معايا. بص انا عارف ان الكلام ده مش يعني هتضح الا لما يكون في مثال. بص يا سيدي، although على الرغم من. تمام، it was raining، على الرغم من انها كانت بتمطر. it was تمام raining. بص بقى، بص الحاجه اللي ايه تحس ان ايه في شق كده حصل في دماغك بقى. we went for a walk، رحنا نتمشى. الدنيا بتمطر وطلعت تمشوا. ايه اللي انتوا فيه ده؟ بس هو ده، هي دي المفاجاه اللي حصلت بالنسبه للجمله الاولانيه اللي هي دي. تمام، we went for a walk. we went يعني احنا طلعنا نتمشى. for تمام هو تمام يعني احنا طلعنا ايه؟ انت بقى ادي معنى مفاجاه للجمله الايه؟ الاولانيه اللي هي الجمله الفرعيه. اوكي يا مستر، او الجمله الثانويه يعني. تمام، الرابط الثالث نكتبه بلون تاني عشان خاطركم. تمام، الرابط الثالث اللي هو مين؟ اللي هو even though. الله، دي بتستخدم لنفس غرض although ولكنها صيغه اقوى منها، يعني المفاجاه هتبقى اقوى بقى وغير متوقعه خالص. فاهم انت ازاي؟ يبقى هي نفس استخدام عمتنا مين اللي لسه كنا بنقولها. تمام، نفس استخدام although. استخدام مين؟ although. ماشي يا مس، دي نفس استخدام although. ولكن بالك اقوى منها كمان، اقوى منها في المعنى. في الايه؟ في المعنى. معناها اقوى منها في المعنى. طيب معناها ايه؟
طيب بالمره كده، ما انت جبت سيره المعنى، يبقى قول لنا معناها بقى يا مستر. طيب يا سيدي، معناها بالعربي بقى لو انت بتحب بقى الترجمه بالعربي كل شيء: حتى لو ان، حتى لو ان، او بالرغم من كل حاجه. انا بالرغم من ان انا قدمت لك كل حاجه يا عم، انت ما قدرتش تعيش من الملح. تمام، يبقى بالرغم من كل شيء زي الفل. مثال بقى يا مستر عشان نفهم اكتر، احنا مش بنفهم الا بالامثال. ماشي يا سيدي، المثال بتاعنا: even though ايوه، ايه اللي حصل؟ even though he studied hard، بالرغم من ان هو ذاكر كويس جدا. تمام، he studied hard. ايه اللي حصل؟ ايه البلوه اللي حصلت بقى اللي احنا مش متوقعينها؟ ده راجل ذاكر كويس، المفروض العقل متوقع ان هو هينجح ويجيب درجات كويس. لا، he failed the exam، سقط. ساتر يا رب. he failed the exam. تمام، خلاص. failed the exam ماشي زي الفل. فهمت انت بقى؟ يعني صدمه كده قويه، تحس ان انت عقلك حصل له كده شق صدمه. اوكي، خلاص كده يا شباب زي الفل. قلنا بقى على اخر واحد بقى اللي هو المدلع ده، اللي هو مين بقى؟ حتتين. ده حتتين في رابط يا جماعه، اسمه ايه؟ on one hand. on one، تمام، on one hand لازم ليك ماله تانية على فكره الناحيه التانية، اسمها on the other hand. عارف انت لما تكون بتتكلم عن موضوع ليه مساوئ، تمام، عيوب يعني ومميزات، عشان توازن ما بين العيوب والمميزات دي تستخدم المصطلح ده او التعبير ده او الرابط ده. اوكي، تقول مثلا بتتكلم عن التكنولوجيا او تتكلم عن الانترنت، قول on one hand اللي هي معناها من ناحيه، تمام، وتذكر مثلا مميزات، وتيجي الناحيه التانيه بقى هتكمل وتقول عيوب الانترنت، تمام، اللي هي on the other hand، ومن ناحيه اخرى. للاسف بقى الشديد، مثلا الانترنت دي حاجه مفيده جدا وبتساعدني اعمل الواجب بتاعي، بس on the other hand من ناحيه اخرى بيضيع وقت، ممكن يضيع وقت، تمام، ممكن يعرضني للسكامينج، للاحتيال على الانترنت، ممكن في بروبلمز تحصل، مشاكل. اتفقنا؟ تمام، دي بتكمل دي on one hand، لازم هتلاقي الناحيه الثانيه on the other hand، فانت تحفظهم صم بقى، تمام، تحفظهم صم. الله يبارك ليك. ايه بقى مثال عليهم؟ عشان on one hand، بالك on one hand يعني من ناحيه، هتكلم عن التكنولوجيا انا دلوقتي، بالك من الكومه اللي انا عملتها بعديها دي، تمام، تكنولوجي منها يا عم makes life easier، بتخلي الحياه اسهل، بالرغم من ان او من ناحيه ان التكنولوجيا بتخلي الحياه اسهل makes life easier. ها ايه، يلا اديني انهي لي بقى النقطه. بالك ان الجمله اللي فيها on one hand هتنهيها بنقطه، تبدا الجمله الثانيه on the other hand. بالك من الحكايه دي لان دي كتابه هتتحاسب عليها. تمام، ماشي. on the other يعني من ناحيه اخرى، هتذكر حاجه وحشه بقى، ماشي، هتذكر حاجه وحشه. تمام، the other hand من ناحيه اخرى، ايه الحاجه الوحشه؟ يلا، نسيت الكومنت يا مستر اهي. can make people lazy، ممكن تخلي الناس lazy، دي بتخلينا كلنا lazy للاسف الشديد. تمام، it can make people lazy. زي الفل، اتضح كده المعنى كده يا شباب. بس ادي الكونكتورز بس يا سيدي. تمام، ان شاء الله الرحمن الرحيم عشان ما اطولش عليكم هنزل فيديو بقى تاني تمارين على المودلز، الافعال الناقصه وحلها، وهرفق في الفيديو البي دي اف محلول ومش محلول عشان تختبر نفسك، تحله مع نفسك وتراجعه من الاجابات اللي انا هبقى منزل. كمان الجزء الثاني برضو هنزل فيديو بتمارين على الكونكتورز، الروابط، وهنزله محلول ومش من اللي انت بقى يا سيدي اقعد اختبر نفسك بقى وتسمع في الشرح، ثم علم لنفسك او صحح لنفسك، تمام، من الاجابات اللي انا هنزلها مع البي دي اف. ويا رب كده تكونوا فهمتوا، ونكون ربنا وفقنا وعرفنا نوصلكم المعلومه بسهوله. ما تنساش بقى بالله عليك تشترك كده في القناه، ابعت الفيديو لزمايلك، ابعته لاصحابك، اكسب اجر بقى معانا. فاهم انت ازاي؟ اشترك في القناه بس. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.